عندي ليك خبر زي الزفت الحمد لله، إن سعر الجنيه هيتطين فوق دماغنا كلنا بالكتير على شهر 9 آخره شهر 10. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ وإيه علاقة دوّة بسعر الدولار قدّام سعر الين، وسعر الدولار هيحصل فيه إيه؟ كل ده أوعدك اللي هتسمعه معايا الكام دقيقة اللي جايين دول مش هتسمعه في حتة تانية بتحليل محترف وهابسطه لك أحلى تبسيط. ركّز معايا كده عشان الكلام اللي جاي ده مهم، ولو ما خدتش بالك فلوسك كلها هتضيع. اتفاجئنا كلنا يوم 1/8 إن عمك ترامب طلع قال لك أنا هاضرب إيران ضربة هي أقوى ضربة بعد الحرب العالمية التانية على الإطلاق. وفجأة ما حصلش حاجة، على طريقة عمك ترامب هتنزل المرة دي بصوت عمك عبد الفتاح القصري، بس المرة دي بقى مش هتنزل المرة دي ما كانتش كده، لأ ده كان عن سبب كارثي، والسبب ده هيضرب أمريكا في مقتل. طب حد هيسألني إيه هو يا عم السبب الكارثي ده؟ هاقول لك اهدى كده وركز معايا لأنها حدوتة ولازم تتحكي، ومش هتفهم آخرها من غير ما تفهم أولها. بداية الحدوتة لما سعر الين انهار قدام الدولار انهيار كبير جدا، وهو كان أقل سعر للين الياباني قدام الدولار في 40 سنة، وصل الدولار تقريبا ب 165 ين. طيب نفهم مع بعض ليه سعر الين انهار؟ سعر الين انهار لأن اليابان زي ما سيادتك عارف هي بتستورد كل حاجة من عناصر الطاقة بتاعتها، يعني بتستورد بنزين، سولار، كل الطاقة بتاعتها بتستوردها منين؟ برافو عليك، من دول الخليج، بتجيلها عن طريق مضيق هرمز اللي قفلوا مين؟ برافو عليك، الإيرانيين. طيب ده خلى سعر البنزين اتنقل نقلة رهيبة جدا، وبرميل البترول في حالات كتير اوقات كتيره عدى ال $100، حتى هو دلوقتي لو بيتكلم في رينج ال 85 90 فده سعر غالي جدا جدا بالنسبه للميزانيه اليابانيه ان هي تقدر تمول مصادر الطاقه بتاعتها بالسعر دوت. ده بدا يعمل انفليشن او تضخم كبير جدا جدا في اليابان. طيب لما اقتصاد اليابان يتنيل والتضخم فيه يزيد جدا ده معناه ان الاقتصاد بتاع اليابان بقى اقتصاد منيل ومأزوم. طب يعمل ايه المستثمرين الاجانب؟ عملوا ايه؟ باعوا الين وعايزين يخرجوا من اليابان. طب لما يبيع الين ده معناه كده ايه؟ حضرتك لما تقعد تبيع حاجه كلنا بنبيع نفس الحاجه في نفس الوقت، معنى كده ان العرض بتاعها هيزيد جدا، فالعرض بتاعها لما يزيد جدا سعرها هينزل جدا، فالناس بقت تبيع الين وتشتري دولار، فده بقى يزود سعر الدولار. طيب فيحصل ايه؟ البنك المركزي الياباني عايز ينقذ عملته من الانهيار. البنك المركزي الياباني على اللي ما يعرفش هو اكبر بنك في العالم عنده احتياطات دولاريه، بس الاحتياطات الدولاريه بتاعته ديت هو مش شايلها فلوس، هو شايلها في شكل سندات خزانه امريكيه او اللي هي اليو اس تريجري بونز. طيب البنك المركزي الياباني عشان ينقذ عملته بالين الياباني او ينقذ الين الياباني يعمل ايه؟ هو هينزل يشتري الين من السوق. طب والناس هتقول لي انا مش فاهمين يعني ايه البنك المركزي الياباني او بنك اوف جابان ينزل يشتري يلم الين من السوق؟ يعني ايه؟ يعني البنك المركزي الياباني هيبيع من الاحتياطيات او هيخرج من الاحتياطيات بتاعته سندات خزانه امريكيه، يجي يقول للمستثمر تعالى يا عم انت، او يجي يقول للراجل رجل الاعمال في اليابان تعالى يا عم انت خد سندات خزانه امريكيه واديني ين. طيب هو لما المستثمر يبيع لبنك اوف جابان ين وبنك اوف جابان يشتري الين ده، معناه ان بنك اوف جابان هيخش يشتري الين دوت، فالين ده كانه سلعه. طيب لما بنك اوف جابان ده يخش يشتري الين بكميات مهوله وبمليارات، ده بيعمله كانه هو سلعه، فلما يزود الطلب على السلعه دي الين يبتدي يقوى ويشد نفسه. زي كلنا لو كلنا رحنا نشتري لحمه، اللحمه دي لما كلنا هنروح نشتريها في نفس الوقت سعرها هيغلى وسعرها هيزيد. اهو بنك اوف جابان بيعتبر الين ان هو سلعه زي اللحمه ولا الفراخ. طيب بس ما تنساش حاجه مهمه قوي انا قلتها لك، بنك اوف جابان لما هيخش يشتري الين هيطلع قدامها دولار، بس الدولار اللي هيطلعه مش فلوس، ده حاجه اسمها يو اس تريجري بونز او سندات الخزانه الامريكيه زي ما سبق وقلت لك. طيب لما سندات الخزانه الامريكيه دي تتباع في السوق والبنك اوف جابان يشتري الين، ده معنى كده ان العرض بتاع سندات الخزانه الامريكيه اللي بنك اوف جابان بيملكها، العرض ده هيبتدي يزيد ويرطرط في السوق، يعني اليو اس تريجري بونز او سندات الخزانه الامريكيه ديت هترطرط في السوق وبالتالي سعرها هيرخص. احنا اتفقنا لما الحاجه بترطرط في السوق وعرضها بيزيد سعرها بيقل. طيب دلوقتي لما سندات الخزانه الامريكيه دي ترطرط في السوق وسعرها يقل فايدتها تطلع. طب حد هيسالني ليه لما سعر التريجري بونز ينزل نزول رهيب بسبب العرض الكبير فايدتها تطلع؟ لا ده موجود حلقه كامله هعملها لك في المحتوى اللي باشتراك، ليه باشتراك رمزي للناس اللي عايزه تفهم ده بيحصل ايه او بيحصل ليه.
بناءً عليه لمّا الفايدة تطلع فده خراب لأمريكا، لإن أساسًا ترامب كل كفاحه وكل حربه إن هو ينزّل الفوايد، لإن سعر الفايدة لمّا بيطلع في أمريكا ده معناه خراب للداخل الأمريكي، يعني هو أساسًا عنده مصيبة مش عارف يحلها، عنده ارتفاع في أسعار القروض بتاعة البيوت الmortgage rates عمّالة ترتفع ارتفاع رهيب جدًا بسبب ارتفاع أسعار الفايدة، عنده ارتفاع رهيب جدًا في أسعار الauto loans وأسعار الفوايد اللي هي أسعار فوايد على قروض السيارات. الناس بالتالي لما بتبقى اسعار الفوائد على البيوت والعربيات عاليه جدا الناس ما بتبقاش قادره تشتري وبناء عليه حركه السوق كلها بتقف والبيع والشراء بيقف والدنيا عنده بتتنيل بنيله والاقتصاد بيتنيل بنيله. فده بالنسبه لترامب كانت المصيبه اللي خرجت له من تحت من او من حيث لا يحتسب. لسه هكمل لك بالارقام المصيبه متجذره لغايه فين. بنك اوف جابان صرف 53 مليار دولار في يوم واحد يعتبر ريكورد عالمي ان هو قرر ان هو يبيع تريجري بونز ويشتري ين. وده في حد ذاته كان رقم مهول جدا جدا عشان اليابان عايزه تهول ين وبالتالي زودت عرض التريجري بونز تزويد رهيب. لا مش كده بس ده تاني يوم بنك اوف جابان لقى المشكله ما اتحلتش راح جاي بايع كمان 34 مليار دولار من الاذون الخزانه الامريكيه عشان يشتري ين. فده بقى رقم مهول جدا داخلين بنتكلم في 90 مليار دولار اتصرفوا عشان يقول ين. كل ده ضرب في وش ترامب والمصيبه ما وقفتش عند هنا بس. لا ده انت لو فاكر ان المصيبه وقفت لغايه هنا ده انت حضرتك تبقى غلطان المصيبه راحت لابعاد كبيره خالص. بيسنت اللي هو وزير الخزانه الامريكيه ودوت يعتبر دراع ترامب اليمين في الجوانب الاقتصاديه والماليه وترامب بيثق فيه جدا راح قابل تاكياشي اللي هي رئيسه وزراء اليابان الجديده وقال لها بقول لك ايه انت لازم تعلي اسعار الفوائد على الين عشان تبتدي تقوي ين شويه احنا ما نقدرش نعمل كده قالت له مش بمزاجك واحنا عندنا سياسه نقديه مستقله وانا ما اقدرش اروح اقول للبنك اوف جابان ارفعوا ونزلوا الفوائد هم اللي متحكمين في دوت وهم اللي عندهم رؤيه اقتصاديه مستقله. وبعد ما كانوا بيضحكوا قدام الكاميرات بالمنظر ده بقوا ورا الابواب المغلقه مولعين في بعض بالمنظر دوت. وقالت له احنا عندنا نظام اقتصادي ونظام نقدي مستقل مش هتمشيه انت وترامب زي ما انتوا عايزين فاجبرت بيسنت ان هو يعمل حاجه او اليه جديده مش معتاده خالص واليه اول مره تستخدم في الاسواق ان عشان يوقف انهيار السندات الخزانه الامريكيه اللي اليابان وبنك اوف جابان عمال يحدف منها يابا في السوق ويرمي وعمال يبيع وسعر السندات ديت بقى في الارض ورفع الفايده في امريكا رفعه رهيبه راح هو جاي قال لها طب ابوس رجلك ياما انا عندي اليه جديده ايه هي الاليه الجديده؟ قال لها يا حاجه انت هتدينا سندات الخزانه ديت واحنا نديكي كده زي قرض والقرض ده تمشي بيه نفسك تقدري تشتري بيه ين وبعد كده تسددي القرض على مهلك. انت متخيل حرب ترامب في ايران عملت في اليابان وعملت في امريكا نفسها ايه؟ طيب انت بقى يا غلبان يا اللي قاعد في مصر كل ده تاثيره عليك ايه في الاخر؟ تاثيره عليك هيبقى منيل ب 60 نيله ان شاء الله. ليه بقى؟ انت حضرتك لما احنا اتفقنا ان لما سعر الفايده على الدولار هيزيد جدا وبالتالي بناء على سعر الفايده على الدولار لما يزيد جدا ده هيزود الطلب على الدولار وبالتالي يبقى الدولار بقى عمله مرغوبه لانه عمله امنه وقويه وبالتالي ده هيشد جدا جدا على الجنيه المصري. يعني انت حضرتك ما تستبعدش ان يحصل تعويم تاني خالص او تعويم عاشر بقى في شهر سبتمبر او شهر اكتوبر ويقول لك والله اصل هي امريكا قوت عملتها احنا هنضطر نعوم شويه وكل سنه وانت طيب الدولار بقى ب 60 جنيه وشد يا معلم وروح بقى خلي ال 10 جنيه زياده ديت تنعكس على اسعار كل حاجه في مصر من اول البنزين والجاز وكل حاجه لغايه لتر اللبن لغايه العجله اللي هتشتريها للواد حماصه ابنك وكل ده انت النهارده هتبقى انت المواطن انت اللي عمال تستوي على الجنبين. يا ترى يا ريت تبعت لي في التعليقات سعر الفوائد وسعر لو الدولار قوي وسعر الفايده على الدولار عالي ممكن ده هيعمل فيك ايه كمواطن مصري اكتر ما هو اوريدي عامله فيك لو الدولار اتقوى وحصل تعويم للمره ال 900 للجنيه. اكتب لي رايك في التعليقات واكتب لي انت دوت ممكن ينعكس على حياتك بشكل عامل ازاي ولو عندك اي اسئله يا ريت تشرفني وتكتبها لي في التعليقات تحت الفيديو. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب مستنيكم والسلام عليكم.